يا صباح الفل وصباح الورد على عيونكم الحلوين، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ بصوا النهارده جايه اتكلم معاكم في السمنه البلدي المغشوشه والسمنه البلدي الاصليه. طيب يا نرمين، في اوقات بنشتري سمنه بلدي بس بيقولوا عليها سمنه بلدي وبنلاقي سعرها منخفض جدا عن سمنه بلدي تاني وبنلاقي سعرها عالي. دي السمنه البلدي الاصليه بتلاقي سعرها غالي جدا طبعا، وبتلاقي ريحتها كده، ريحتها فيها السمنة البلدي الفلاحي الأصلي. التانية بنلاقي ليها ريحة زي ريحة الاصطناعي كده. ده الفرق ما بينهم. ودي سعرها أعلى، دي بتكون الأصلية، التانية بتكون مزارع. طب يعني الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم اللي بتاعت المزارع دي بتكون المستوردة، دي بتكون الاصليه الفلاحي. طب ممكن اعرفها ازاي؟ لو يسمح لك ان انتي تاخدي حته كده قد الرزايه على طرف ايدك تجربيها كده، هتلاقيها تسيح معاكي زي الزيت. شايفين؟ زي الزيت بالظبط من درجة الحرارة بتاع ايدي. التانية هتلاقيها متكتلة كده، المغشوشة هتلاقيها متكتلة زي الرمل كده، مش هتسيح معاكي بسرعة. زي ايه؟ زي دي كده. شايفين؟ عملت زي الزيت في لحظة من سخونة ايدي. التانية هتلاقيها عاملة زي الرمل كده، مش ساحت معايا، التكتلات بتاعتها مش بتسيح على طول. كمان افضل وقت تشتري فيه السمنة البلدي الاصلية الفلاحي شهر 12 وشهر 1 لحد شهر 2. ده افضل وقت نشتري فيه. بتكون الدسم بتاعها عالي وبتكون ما بيطلعش منها لبن كتير، بتلاقيها كلها يعني الكيلو هتلاقيه ينقص منه حاجات بسيطة جدا، والباقي كله السمنة معاكي الاصلية، وهتطلع مرطة. وطبعا المرطة من الحاجات اللي بنحبها قوي، السمنة البلدي كده تطلع منها. التانية المغشوشة هتلاقيها حتى وانتي بتسيحيها هتلاقي الريحة مش الريحة الأصلية اللي كلنا عارفينها بتاعت زمان، دي اللي هي ايه، تملى البيت ريحة كده تجيبك من آخر الدنيا. ده الفرق ما بينهم. ولو انتي اول مرة هتشتري سمنة بلدي من حد، بلاش لو حد مش موثوق منه، بلاش لو هتجيبي كمية، بلاش نجيب كمية مرة واحدة، نجيب كيلو على الاقل ونجربه، ولو عجبنا نبقى نجيب منه تاني لو الحد ده احنا مش واثقين منه. ولو اول مرة تشوفوني، يا رب اكون فدتكم في الفيديو واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لي متابعة في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وصباحكم زي الفل.